يا جماعة، الناس اللي بتأذي اللي حواليها وبتأذي اللي قدامها بأيا إن كان كلام أو أفعال، يا جماعة الأذى النفسي حاجة بتظل مدفونة في القلب. الأذى النفسي حاجة بتظل مدفونة في القلب. يا جماعة، انت ممكن لو ضربت حد هنا على ايده مثلا وجرحته واتعور، الجرح ده بعد فترة هيلتئم ويخف وهو كمان ممكن ينسى وخلاص. لكن الأذى النفسي اللي هو بالكلام أو بالأفعال ده أذى ما بيروحش. خصوصا كمان لما الواحد يكون بيحب حد قوي متعلق بيه، لما بيأذي الشخص ده، الشخص اللي هو بيبقى بيحبه يجي منه الأذى، فالشخص ده بيتصدم أو بيبقى في حالة صدمة. فلا أحد يتعافى من صدمته الأولى بشكل كلي. ستظل تلك الندبة مدفونة في أعماق القلب، ولكنها ستحيا في كل موقف مشابه وكأنها تعاد من جديد. فحذاري يا جماعة الأذى النفسي. إلى اللقاء.